الاسم جنى أيمن محمد. المدرسة الحلمية الإعدادية بنات. القسم: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لجمهورية مصر العربية، وأن أبذل جهدي لرفعتها والدفاع عنها ضد كل عدو وكل غاصب، وأن أكون مثلا صالحا في إخلاقي وأعمالي، والله على ما يقول شهيد. نحن مستقبل مصر، نحن مستقبل مصر، نحن مستقبل مصر. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. فاطمة شريف محمود إبراهيم محمود سالم، تدرس الثانوية الجديدة بنات. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية. ملك عبد الله، الصف الثاني، مدرسة تونس إعدادي بنات، إدارة الخليفة المقطم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. اسمي أحلام محمد من مدرسة صفية زغلول تحت إشراف مس أسماء فصل أولى أول. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضى الرب، أخرجه البخاري. أعرفك على نفسي. اسمي فيروس كورونا، كوفيد 19. أنا أعرضي كحة، سخونية، احتقان بالزور، صداع، الآلام بالصدر. كن مستعدا لمواجهة فيروس كورونا. لحماية نفسك والآخرين من العرض اغسل ايدك: 1 بعد الصاعقة والعطس، 2 عند رعاية المرض، 3 قبل وأثناء إعداد الطعام وبعد، 4 قبل الأكل وبعد الأكل، 5 بعد استخدام المرحاض، 6 عندما تكون الأيدي متسخة، 7 بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلات الحيوانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شيماء أحمد من مدرسة التونس الإعدادية بنات، الصف الثاني الإعدادي وإدارة الخليفة المقطم. دلوقتي هنتكلم عن فيروس كورونا، فيروس جديد معدي سبب مقتل العشرات وإصابة المئات. ظهر الفيروس من سوق أسماك في مدينة ووهان وسط الصين، ثم انتشر إلى بكين وشنغهاي، بلدان أخرى كاليابان والولايات المتحدة. أعراض فيروس كورونا: 1 الحمى وارتفاع درجة الحرارة، 2 السعال، 3 ضيق التنفس والإجهاد العام، 4 القيء والإسهال، 5 سيلان الأنف، 6 الالتهاب في الحلق. إرشادات الوقاية من كورونا: 1 اجلس في البيت لتجنب العدوى، 2 اغسل ايدك بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، 3 استخدم المناديل عند العطس والسعال، 4 ابعد يدك عن لمس عينك وأنفك وفمك، 5 ابتعد عن الأماكن العامة والمزدحمة، 6 لا تستخدم المواصلات العامة. كيف تحمي نفسك من خطر إصابة فيروس كورونا؟ 1 حرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو بمطهرات تحتوي على الكحول، 2 تغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بواسطة المرافق، 3 تجنب الاختلاط بالأشخاص تبدو عليهم أعراض الإصابة بتنزلات برد أو شبهها، 4 التأكد من طهو اللحم والبيض بشكل جيد، 5
تلافي الاحتكاك بالحيوانات سواء في البرية أو المزارع بدون الإجراءات الوقاية. ولازم نبعد عن أي حاجة طبعا، وما ننزلش الشارع كتير وكده. وبقى كده خلاص أنا خلصت. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب أحمد قدر أبو بكر بالمدرسة الفرنسية الرسمية للغات إدارة الخليفة المقطم تحت إشراف الأستاذة شيرين مدحت الأخصائية الاجتماعية للمدرسة. عملت مجسم النهاردة عن بعض المعلومات وتوعية عن فيروس كورونا. عندنا أول حاجة نصائح للي هما حاسين إنهم مصابين بفيروس كورونا. عندنا أول حاجة لازم نبتعد عن العيادات الجراحة والصيدليات والمستشفيات، ناخد نصائح صحية عبر التليفون، نكلم رقم 105. ممكن نطلب الخضوع للعزل ذاتي، ممكن نمرر بياناتنا لفرق الحماية الصحية الإسعاف وزارة الصحة. ممكن نخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، ولو اضطرينا ان احنا نروح مستشفى او نتعزل عند الطبيب يبقى حاجة افضل. طبعا في اهم حاجات اللي احنا لازم نغسل ايدينا في مدة تقريبا 20 ثانية، نستخدم منديل أثناء السعال، كحة، عطس، ونحاول نتجنب لمس الوش عامة. أعراض فيروس كورونا عبارة عن صداع، سعال، آلام عضلات، صعوبة وضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة. هو الفيروس بيصيب الرئة. عندنا هنا برضو بعض الحاجات اللي لازم أتجنبها عشان أتجنب الإصابة بالفيروس، وهي عبارة عن ما أبتعد مثلا عن الأشخاص اللي عندهم أمراض زي البرد، أو ألمس عيني، مناخيري، بقي. عندنا تاني حاجة هنا بعض أعداد الإصابات في بعض الدول. عندنا أول دولة مصر، تقريبا الإصابات فيها 38,000 إصابة مؤكدة. عندنا الوفيات 1342 حالة وفاة. ألمانيا عدد إصاباتها تقريبا 200,000، عدد وفياتها 8,500 تقريبا. روسيا عدد إصاباتها 493,000 تقريبا، وفياتها 4000. عندنا طبعا الدولة اللي فيها منشأ الفيروس اللي عرفت تسيطر عليه عن طريق بعض الإجراءات الحاسمة اللي اتخذتها الوزارة هناك، وهي دلوقتي يعني بحسب يوم 10/6 الإصابات فيها 83,000 تقريبا، وعدد وفياتها 5000. نيجي لإيطاليا، كانت أول دولة مستهترة في العالم، وكان الشعب كان عادي بالنسبة له، واخدها زي ما نقول هزار هي والحكومة. بس دلوقتي عرفوا يسيطروا بسبب المساعدات الروسية عن طريق الفرق الطبية اللي اتبعتت لهم. هي دلوقتي إصاباتها 235,763 تقريبا، وفياتها 34,000. الولايات المتحدة أكتر دولة ما عندهاش وعي بالنسبة لرأيي، يعني إصاباتها 2,055,000، وفياتها 112,000. نيجي لروسيا البيضاء أو بيلاروسيا، إصاباتها 40,000، وفياتها 250 فقط. الأردن، وهي أفضل دولة عربية وإسلامية عرفت تسيطر على الفيروس عن طريق إجراءات شديدة جدا وحازمة من الحكومة الأردنية الشقيقة، وهي إصاباتها دلوقتي 863 حالة فقط، ووفياتها 9 تقريبا. أنا عايز أشكر كل اللي ساعدوني في جمع المعلومات ديت. شكرا جدا لكم. مساء الخير، انا اسمي ساره انور خالد من المدرسه الفرنسيه الرسميه للغات اداره الخليفه والمقطم، تحت اشراف مدام شيرين مدحت ومديره المدرسه مدام ايمان حسن. انا النهارده مشتركه في معسكر التوعيه التابع لاسره التربيه الاجتماعيه،
وجاية اوريكم مشروع مجسم صغير قوي وبسيط، وهو الكورونا. انا بس حبيت انه اوريهولكم. ميرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مريم أحمد عبد النبي من مدرسة الحلمية الإعدادية بنات من فصل تانية تاني. الميس بتاعتي تحت إشراف ميس هالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي بها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونهم لكم وهم له ناصحون. ففردناه إلى أمه كي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب مازن محمد عبد السلام، مدرسة القطامية الإعدادية بنين، الصف السادس إعدادي. النهاردة هنتكلم عن قصة نبي الله الكريم سيدنا إلياس وإلياسع. في قديم الزمان عاش نبي الله الكريم سيدنا إلياس وقد بعثه الله عز وجل إلى أهل بعلبة غرب دمشق. وكان سيدنا إلياس عليه السلام ابن عم اسمه إلياسع. وكان إلياسع مع المؤمنين برسالة ابن عمه.
ومن أشد المؤازرين له، ولم يكن الياس نبيا. ودعا إلياس قومه أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة الصنم الذي يعبدونه من دون الله، وكانوا يطلقون على هذا الصنم اسم بعل. سمع إلياس بقومه ليدعوهم إلى عبادة الله. وقال سيدنا إلياس لقومه: يا قوم، ألا تعبدون الله كفاكم كفرا. ورد قوم إلياس وقالوا له: بل نحن يا إلياس مؤمنون، نحن نعبد بعل. وقال سيدنا إلياس عليه السلام: تتخذون هذا الصنم إلها وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين. ورد قومه وقالوا: هل هناك إله غير بعل يا إلياس؟ قال إلياس: الله ربكم رب آبائكم الأولين. قالوا له: ما هذا الكلام يا إلياس؟ ليس هناك إله سوى بعل ولن نعبد غيره. قال إلياس عليه السلام: يا قوم، أنتم تعرفون إلياس عليه السلام ومدى صدقه، وأن يكن في هذه الصفات لن يضلكم بل سيأخذكم إلى نور الهداية. القوم قالوا: هذا دين آبائنا ولن نغير في دين آبائنا شيئا. قال إلياس عليه السلام: إن دين آبائكم الإسلام، يأتي نبي إلا ودعا الحق والهدى وترك عبادة الأصنام، وإن إلياس لكم لناصح أمين فاتبعوه. قالوا: اصمت، احنا نترك آلهتنا. ظل إلياس وإلياس يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. ودعا إلياس ملكهم إلى عبادة الله وترك عبادة بعل. دعا إلياس ملكهم لترك عبادة بعل، فأمر الملك بقتله. فقال لإلياس: ماذا ستفعل؟ إلياس: سأخرج لأختبئ في مغارة في حبل قاسم، لعل الله يهديهم ويرشدهم إلى حسن السبيل. الله وبقى ذكر إلياس في العالمين فلا يذكر إلا بالخير. أنا سيف أشرف رياض، الفصل الثالث الإعدادي، مدرسة الفرنسية الرسمية للغات. موهبة الغنى تحت إشراف الأخصائية الاجتماعية الأستاذة شيرين مدحت، تحت إشراف التربية الفنية الأستاذة سارة عادل، ومديرة المدرسة الأستاذة إيمان حسن. ودي مشاركة تبع حفلة السمر التابعة لتوجيه التربية الاجتماعية. مدناك جفاه مرقده، وبكاه ورح معوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساده، يستهوي الورق تأوه، ويذيب الصخر تنهده، يستهوي الورق تأوه، ويذيب الصخر تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويتعبه، الحسن حالفت بيوسفه، والصورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده، جحدت عيناك ذكي دمي، أكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رامت، فشرت لخدك أشهده، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده، ويقول تكاد تجن به، فأقول وأوشك أعبده، مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده، مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده،
ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلاع معبده.
نهيل، المدرسة الفرنسية الرسمية للغات، تالتة إعدادي. بعزف ريكورد تحت إشراف مدام شيرين ومدام سارة عادل مدرسة الموسيقى بتاعتي، ومدام إيمان حسن مديرة المدرسة. فيلا نشوف.